السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنشاهد الهدف الاول لصالح نادي باريس سان جيرمان ضد فريق موناكو في الدوري الفرنسي لعام 2024-2025. هنلاحظ هنا ان بداية الهدف كرة مع لاعب باريس سان جيرمان قبل منتصف الملعب، وهنا اشرف حكيمي بينطلق من ناحية اليمين لاستلام الكرة، تتلعب له كرة امامية رائعة. اشرف حكيمي ما زال ينطلق لاستلام الكرة من ناحية اليمين، وهنا مدافع نادي موناكو بيحاول ان يلحقه استخلاص الكرة، ولكن استلمها اشرف حكيمي واللي بيتجه مباشرة اتجاه المرمى. وهنا مدافع موناكو وصل ويحاول استخلاص الكرة وبيضغط على اشرف حكيمي، ولكن يقوم اشرف حكيمي بمراوغته مراوغة رائعة. وهنا اللاعب دوي تصل اليه الكرة واللي بيسددها كرة مباشرة رائعة، محرزا الهدف الأول لصالح نادي باريس سان جيرمان في هذه المباراة. وهنا هنشاهد الهدف من زاوية تانية. هنا الكرة مع أشرف حكيمي ناحية اليمين، وهنا المراوغة الرائعة التي قام بها لمدافع نادي موناكو. وهنا لاعب دوي ينتظر استلام الكرة اللي بتصل إليه ثم يسددها كرة مباشرة رائعة على يمين الحارس، محرزا الهدف الأول لنادي باريس سان جيرمان في هذه المباراة. والجدير بالذكر أن هذه المباراة انتهت بفوز فريق باريس سان جيرمان بأربعة أهداف لهدفين في الدوري الفرنسي لعام 2024-2025. وفي النهاية أتمنى منكم الضغط على زر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد من مشاهدة أهداف المباريات القادمة وتحليلها. شكرا لكم.